نقسم معكم اليوم ان شاء الله خبز بالحليب حبيبات الشوكولات اللي كيجيو رائعين وهشاشين وخفاف وكيتصلحوا الوجبات المدرسيه وكيعجبوا الوليدات. ندوزو نشوفوا الطريقه. عندي الطحين، الزبده، ملح، خميره الخبز، بيضه، حليب دافي، حليب بودره نيدو او اي نوع، السكر، البيضه وشويه نسكافيه باش ندهنوا به الخبز مني نساليوه، وحبيبات ديال الشوكولاط. مقادير بالقرا نخليكم تحت صندوق الوصف. كنعملوا الطحين، الحليب، السكر والخميره والملح، ونزيدوا البيضه والزبده ونعملوا الخليط يترمل تيتجانسوا المقادير مع بعض، ونبقاو نزيدوا الحليب بشويه بشويه حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي ما هو قاصح ما هو كيلتصق باليد، رطب ولكن ما كيلتصقش باليد. خليو هاد التعجين مزيان. صافي هي تعجنات، غنحيدها وغنغطيها ونخليها حتى تخمر وتذوب الحجم ديالها. منين خمرت وتذوب الحجم ديالها، كل ما خمرت مزيان غنحيدها وغنقسمها على كرات 80 غرام في الوحده باش يجيكم الشكل ديالهم معوض. كنعملوا الشوكولات بهذه الطريقه. انا ما كنعجنهمش بالشوكولات لان كيتبدل لهم اللون ديالهم. بهذه الطريقه كيجي حسن بحال اللي كيتباع. كنعملو هكذا في وسطو وغنتنيه على هذا الشكل. في نفس الوقت الشوكولات كيلصق في العجين وكيجي الشكل ديالو مزيون. كنكملوا ديك الكرات كامل بنفس الطريقه. نخليكم مع واحده اخرى تشوفوها. من بعد ما كملتهم كاملين غنعملوا في الصينيه ديال الفران. بدا طاحت شي حبيبات ديال الشوكولات يمكنكم ترجعوها وتكيو عليها، وغنغطيها وغنخليها حتى تخمر. ضروري خصو يخمر مزيان باش يطلع هشيش، وكما كتعرفوا لي بريوش وهذا الشيء خصو كامل يدي وقته في التخمر. ملي غتخمر غنعليها وغندهنها ببيضه ونسكافيه اللي غنكون طربتهم مزيان. غندهنهم كاملين وغندخلهم الفران على 175 درجه حتى يطيبوا ويتحمروا ونخرجهم. كما كتشوفوا هما كيفاش كيجيو. الصراحه كيجيو لذاذين وهشاشين. غادي تجربوهم وغادي تشوفوا. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم، والى اللقاء، مع السلامه.